خلاص نرجع بقى تاني. النهارده ان شاء الله هنتكلم مع بعضينا على حاجه كده اسمها الخليه الكهروضوئيه. ايه الخلايا الكهروضوئيه؟ تعالى نبدا من حيث ما انتهينا الحصه اللي فاتت. انا قلت لك الحصه اللي فاتت ان الالكترونات محتاجه طاقه علشان تتحرك، وقلنا ان احنا عندنا نوعين من الطاقه. في طاقه اسمها طاقه ايه؟ حراريه، يعني تديها حراره يا معالي الباشا الالكترونات دي تتحرك وتدي لك كمان بوسه. تديها طاقه ضوئيه تتحرك. خدنا المره اللي فاتت انبوبه اسمها انبوبه اشعه الكاثود. قلنا انبوبه اشعه الكاثود دي عطيناها طاقه حراريه، ساعتها ايه اللي حصل للالكترونات؟ الالكترونات اتحركت. النهارده بقى هنتكلم مع بعضينا على الطاقه الضوئيه. يعني انا ادي طاقه ضوئيه، الالكترونات دي يحصل لها ايه؟ تتحرك. تعالى بقى نفهم بقى ازاي. اهدي بقى، اركع كده بقى في مكانك عشان ايه الكاميرا وراك على طول. بص طيب معايا. فاحنا هنتكلم دلوقتي على حاجه كده اسمها الخليه الكهروضوئيه. ايه الخليه الكهروضوئيه؟ دلوقتي لو انا معايا حاجه بالشكل ده، ده لوح كده هنسميه مع بعضينا الكاثود. اسمه مين؟ اسمه الكاثود. ورحنا جايبين يا معالي الباشا سلك رفنطوع كده، ومثلا رحنا موصلين السلك ده بمصباح. هسألك سؤال، هل المصباح ده ممكن ينور؟ هينور منين؟ هي فين البطارية أصلا عشان ينور؟ فين الكهرباء أصلا عشان ينور؟ فطبيعي إن هو مش هينور. بس بص بقى، عملوا بقى حركات. راحوا جايبين مصباح أو الشمس. ادي المصباح او ضوء الشمس بدأت تسقط. دي فوتونات، دي بنسميها طاقة ضوئية. عطينا للكاثود الطاقة الضوئية بتاعته، دفعنا الفلوس اللي على الالكترونات. الالكترونات تبدأ ايه؟ تبدأ تتحرر. فلقينا ان الالكترونات بدأت تتحرر. طب الالكترونات وهي بتتحرر مش كده بقى في تيار كهربي؟ كده المصباح اللي هو موجود هنا يحصل له ايه؟ ينور. يبقى المصباح ده نور بسبب الطاقه مين؟ الضوئيه. ده بيحصل فين؟ يا باشا اقرب مثال الخلايا الشمسيه. هي الخلايا الشمسيه دي اصلا بتشتغل ازاي؟ بتحول الطاقه الضوئيه الى طاقه كهربيه. ازاي؟ بيروحوا جايبين الواح، الالواح دي بتكون الواح شمسيه، يروح حاطينها في الشمس. ادي طاقه ضوئيه. الطاقه الضوئيه دي بتعمل ايه للالكترونات؟ بتحرر الالكترونات. فلما بتحرر الالكترونات بتحول الطاقه الضوئيه الى طاقه مين؟ كهربيه. تلاقي الواد حموكشه داخل على الامتحانات ومش معاه آلة حاسبة، تمام؟ وقرر ان هو ايه؟ يشتري آلة حاسبة. تلاقي بقى الراجل بيعمل له ازاي؟ بيغمز له كده، يقول له على فكرة ياض الآلة الحاسبة دي ياض ممكن تشحن في الشمس ياض. فطبعا انت تاخد الكلام ده ايه؟ يا عم ده يعني بيساع عليا. في بعض الآلات الحاسبة تبقى شكلها عامل كده، دي الآلة، تمام؟ وتلاقي كده حاجة بالشكل ده، حته كده بتبقى لونها اسود كده. الحته دي بالنسبه لي اسمها خليه مين؟ خليه شمسيه. فعلا لو انت مسكت الاله الحاسبه ورحت حاططها في الشمس، بسبب الحته الصغيره دي تخلي الاله الحاسبه تشحن. ليه؟ اصل الحته دي خليه شمسيه بتحول الطاقه الضوئيه الى طاقه مين؟ كهربيه، فتشحن لك الاله الحاسبه دي. ماشي، يبقى احنا عرفنا ان انا ممكن احول الطاقه الضوئيه الى طاقه شمسيه، علشان الطاقه الضوئيه دي عباره عن ضوء تسقط على الكاثود فالالكترونات تتحرر. عشان انت قلت لي ان الالكترونات عشان تتحرر محتاجه كام طاقه؟ طاقتين، لا هي طاقه حراريه لا هي طاقه مين؟ ضوئيه. يبقى انا ممكن استخدم حاجه زي دي في ان انا احول الطاقه الضوئيه الى طاقه مين؟ طاقه كهربيه. ممكن استخدمها في الالات الحاسبه. لا ده بص بقى على التجيله بقى، ركز بقى معايا يا باشا. انا ممكن استخدمها في فتح وغلق الابواب. ازاي؟ طبعا في الاماكن النظيفه اللي هي انتوا عمركم ما رحتوها يعني، ولا انا عمري رحتها، اللي هي مثلا حاجات كده ايه في القاهره، في اماكن كده في القاهره، تيجي مثلا تدخل مول ولا حاجه،
تجف قدام ياض الباب قدام الاسانسير، تلاقي الاسانسير فتح، تعدي الاسانسير قفل. مش بتشوف الحاجات دي في الافلام؟ مش هقول لك في الواقع، بتشوفوها في الافلام ولا لا؟ ايوه. ازاي؟ يعني ازاي؟ ايه بس معايا، انا عايز افهمك. الكتاب قايل 3 4 جمل كده وطالع يجري، انا عايزك تفهمي كل كلمه. يعني ايه ممكن استخدمها في فتح وغلق الابواب اوتوماتيك كده لوحدها؟ اقول لك يا باشا، صلي بينا على النبي الاول. بص، هنتخيل ان ده مثلا ده الاسانسير. الاسانسير ده بيكون قدامه اكيد حته ارض بلاطه، البلاطه دي بيروحوا حاطين عليها خلايا اسمها خلايا شمسيه. الخلايا الشمسيه دي اكيد فوق بيكون في مصباح، او مش المكان ده اكيد منور في مصباح. فايه اللي بيحصل؟ طول ما المصباح ده مساقط على الحته دي يبقى في الكترونات بيحصل لها ايه؟ في الكترونات بتتحرر. ما دام في الكترونات بتتحرر يعني الدايره مغلقه، الدايره مقفوله، فتلاقي الباب ده فضل مقفول. جيت انت رحت وقفت قدام الاسانسير، كده انت عملت ايه للضوء؟ كده انت حجبت الضوء، كده مفيش ضوء. هل كده في الكترونات تتحرر؟ لا، يعني الدايره تفضل ايه؟ مفتوحه، فتلاقي الباب راح فتح. طيب دخلت انت جوه الباب، يرجع اللمبه تنور الخليه الشمسيه، يعني ترجع الالكترونات تتحرر تاني، يعني ترجع الدايره مغلقه، فتلاقي الباب راح قفل. فده اسمه ايه؟ بيفتح ويقفل الباب فتح اوتوماتيك. نقول الحته دي تاني زي دي تاني. ازاي الابواب بتفتح اوتوماتيك كده؟ قال لك عن طريق حاجتين. اول حاجه، قدام الباب بيكون في خلايا شمسيه، فبيبقى المصباح بيبقى متسلط على الخلايا الشمسيه دي. ما دام متسلط عليها يبقى في الكترونات بيحصل لها ايه؟ بتطلع، في الكترونات بتتحرر، يعني الدايره بقت مغلقه، فتلاقي الباب بقى مقفول. انت رحت وقفت قدام الاسانسير، كده انت عملت ايه للضوء؟ حجبت الضوء، ولما تحجب الضوء هل في الكترونات تتحرر؟ يعني الدايره بقت ايه؟ فتلاقي الباب راح فتح. حاجه تانية، عارفين انتوا اللي هي الاعمده الكهربيه؟ الاعمده الكهربيه دي تعرف ان هي بتفتح وتقفل لوحدها، يعني مش محتاجه شركه الكهرباء هي اللي ترفع هي اللي تشغل الاعمده او تقفلها، لا هي بتشتغل لوحدها. ازاي بقى؟ واقول لك اكبر دليل على كلامي. انا زمان كنت افكر زيك كده ان الاعمده الكهرباء دي اللي بيشغلها شركه الكهرباء، اللي هم ايه؟ بيطفوها او بيشغلوها. لا، ادي لك مثال. ساعات كده تلاقي ياض الجو كده مغيم، الساعه 2 الظهر، الساعه 1 الظهر، الجو مغيم، تبص كده ياض على الاعمده دي تلاقي العمود منور. صح ولا مش صح؟ طب ازاي العمود منور؟ يعني شركه الكهرباء عايزه تنور الساعه 2 الظهر مثلا؟ اكيد لا. الاعمده دي في جزء في مصر من الاعمده دي بتشتغل اوتوماتيك. تعال اقول لك ازاي. هي مش عليك بس انا عايزك تفهم كل حاجه. ان شاء الله في ناس منكم هتدخل السنه الجايه كليه مثلا حاسبات ومعلومات او مجال البرمجه، هي هتبقى شغاله على حاجات زي دي. صلي بينا على النبي الاول. تعالى يا باشا افهمها لك. كل اللي انا كاتبه على السبوره ده للفهمه. ده العمود الكهربي اهو. العمود الكهربي ده بيبقى فيه هنا خليه اسمها خليه شمسيه. الخليه الشمسيه دي لو مثلا في شمس يعني ايه؟ في الصبح، صح؟ يبقى في شمس بيسقط على الخليه الشمسيه. طيب ما دام في شمس يبقى اكيد في مين؟ الكترونات بتتحرك، صح ولا مش صح؟ يعني بقت بالنسبه لي الدائره ايه؟ مغلقه. بنروح احنا حاطين بوابه اسمها بوابه نط. البوابه دي ان شاء الله هناخدها معايا في الفصل الثامن. بوابه نط دي بتعمل ايه؟ بتعكس. يعني ايه بتعكس؟ يعني بدل ما تبقى دائره مغلقه تبقى دائره مين؟ مفتوحه. وهو ده اللي احنا عايزينه. اول ما يبقى في شمس ما تنوريش، مفيش كهرباء، ما تنورش. طب بص بقى العكس. ادي عمود الكهرباء مثلا واحنا بالليل الدنيا مظلمه، وادي الخليه الشمسيه. سؤال، ولو احنا بالليل مفيش شمس هل في الكترونات تتحرر؟ لا، مفيش الكترونات هتتحرر، مفيش. يعني دائره ايه؟ دائره مفتوحه. نروحنا بقى عاملين ايه؟ حاطين بوابه نط.
بوابه نوت دي تعمل ايه؟ تعكس، تخليها ما دام ما تبقى دائره مفتوحه تبقى دائره مين؟ دائره مغلقه. فايه بقى؟ لما يكون بالليل نوري، لما يكون بالليل اعملي ايه؟ نوري. ماشي يا عم؟ حد عنده اي مشكله؟ طبعا بما ان احنا يعني في مصر والشعب المصري دماغه فله، بيعملوا ايه بقى؟ يروحوا مثلا جايبين عمود الكهرباء، تعال بس اقول لك وده بيحصل، عمود الكهرباء يقرروا مره واحده ان هم يبيضوه، فهم يروحوا عاملين ايه؟ مبيضين العمود كله بما فيهم الخليه مين؟ كده انت عملت ايه؟ انت كده انت عتمت الخليه الشمسيه، كده الخليه الشمسيه دايما شايفه ان الجو ايه؟ بالليل، فدايما منوره. فبص يعني شعب غريب، ما علينا. سيبك بقى من كل الهري اللي انا كاتبه على السبوره دي، زي بس مقدمه. الخلاصه من السبوره اللي انا قايلها لك ان انا عايز احول الطاقه الضوئيه الى طاقه مين؟ الى طاقه كهربائيه. مين عملها؟ الخلايا مين؟ طب اقول لك على حاجه، هات كده التليفون، تليفونك معفن، هات التليفون ده. مش كفايه ان هو مستحيل. بص طيب معايا، تلاقي مثلا التليفون ده، اي تليفون في الدنيا بتلاقي في الكاميرا، جنب الكاميرا كده بيبقى فيه حساس او بنسميه سنسور او بنسميه خليه ضوئيه. ايه اللي بيحصل؟ بالساعات كده وانت مثلا بتتكلم في التليفون تلاقي الشاشه مقفوله، تعين خدك او تعين التليفون من عندك كده تلاقي الشاشه فتحت. ده بسبب مين؟ بسبب الخليه الشمسيه. دلوقتي انت مثلا رحت قررت ان انت ايه؟ تبعت لواحد زميلك رساله بلس 18 بتشتمه فيها، تمام؟ وانت بتبعت الريكورد، هل انت بعمرك في حياتك سمعت الريكورد كده؟ استحاله. ليه؟ انت وانت بتسمع الريكورد بتلاقي الشاشه منوره والصوت طالع من السماعه الخارجيه. اول ما تحط ايدك كده على الجزء اللي فوق بتلاقي ايه؟ تلاقي طافي، تلاقي الصوت اتحول من السماعه الخارجيه للسماعه مين؟ بيحصل ولا ما بيحصلش؟ كل ده بسبب مين؟ كل ده بسبب الخليه الكهروضوئيه. سيبك بقى من كل الكلام ده، نعيد تاني بقى عشان ما تتوهش مني. انا عارف ان انا ايه؟ بحاول ان انا افسر الموضوع زيادة عن اللزوم. الخلاصه ايه هي الخليه الكهروضوئيه؟ دي خليه الضوء بيسقط عليها، بتحول الطاقه الضوئيه الى طاقه مين؟ الى طاقه كهربائيه. طيب بص معايا، حصلت بقى خلاف ما بين الفيزياء الكلاسيكيه والفيزياء الحديثه. تعالى بقى نمسح السبوره ونشوف المشكله دي حصلت ازاي. بص يا حبيبي، يبقى تاني بقى احنا كان عندنا ضوء سقط على معدن، الالكترونات اتحررت. بتوع الكلاسيكيه قالوا تفسير، بتوع الحديثه قالوا تفسير، بيفسروا الظاهره اللي حصلت دي. مسكنا بتوع الكلاسيكيه سالناهم 4 اسئله، ركز بقى معايا وصلي بينا على النبي الاول. اول سؤال سالناه لبتوع الكلاسيكيه، قلنا لهم ايه بقى؟ قلنا لهم ايه هو سبب تحرر الالكترونات من سطح المعدن؟ يعني هو مش لما الضوء سقط على المعدن مش فيه الكترونات اتحررت؟ ايه السبب؟ ده اول سؤال. السؤال الثاني قلنا لهم احنا لاحظنا حاجه، لاحظنا ان في الكترون طالع كده ايه؟ على مهله تاتا تاتا، وفي الكترون تاني طالع رهوان بيجري. ايه السبب؟ يعني ايه سبب سرعه الالكترونات اللي هو ممكن نسميها طاقه حركه الالكترونات؟ يعني ليه في الكترونات طالعه كده على مهلها وليه في الكترونات طالعه بسرعه؟ بص انتوا عندي، انتوا الكترونات حابسكم، اتدفع لكم فلوس، من الفلوس دي الطاقه الضوئيه حررتكم. فانا بساله بقى سؤال، ليه في الكترون انتوا طالعين هل كلكم هتبقوا ماشيين بنفس السرعه؟ في اللي ايه؟ اللي ماشيه البطه، وفي اللي طالع يجري زي الرهوان، وفي اللي مش عارف بيعمل ايه، فكل واحد ماشي بسرعه. احنا سالناهم سؤال، ايه سبب سرعه الالكترونات؟ او ايه سبب طاقه حركه الالكترونات؟ جت منين؟ السؤال الثاني قلنا لهم احنا لاحظنا ان في الكترون او في ضوء او مره كده طلع 3 الكترونات، في 3 الكترونات اتحرروا، وفي مره طلع 5 اتحرروا، وفي مره 10 اتحرروا. ايه السبب؟ يعني دلوقتي انا حابسكم، مره رحت محرر 2، مره رحت محرر 4، مره رحت مطلع 5، مره كنت مطلع 6. فسالناهم سؤال،
مين هو المسؤول عن عدد الالكترونات المتحررة اللي اتحررت؟ اخر حاجة كده اسمها الزمن، هتفهمها معايا. تعال نشوف تفسير الكلاسيكية وتفسير الحديثة. صلي بينا على النبي الاول. قبل ما اجاوب على اسئله افهم السؤال الاول. اول سؤال بقول لهم ايه اللي خلى الالكترونات تتحرر؟ مين؟ السبب. السؤال الثاني بقول لهم طيب الالكترونات اتحررت ليه ماشيه بسرعه كبيره؟ ليه ماشيه بسرعه قليله؟ مين اللي بيتحكم في السرعه؟ السؤال الثالث بسألهم بقول لهم ليه أول مرة اتحرر إلكترونين، في مرة تانية اتحرر 3، في مرة تانية اتحرر 10، إيه سبب العدد؟ مين هو المسؤول عن عدد الإلكترونات؟ آخر سؤال حاجة اسمه الزمن، هقول لك إيه هو الزمن. قبل ما أجاوب لك على الأسئلة دي محتاج منك إن أنت تركز معايا وتصلي بينا على النبي الأول. بص يا حبيبي عشان بس تبقى فاهم، افتح لي التليفون بتاعك كده. اللون الاخضر ده بعمل له ايه؟ بزود حاجه اسمه السطوع بتاعه، بزود السطوع بتاعه. كده انا بعمل ايه؟ كده انا بزود الشده بتاعته، يعني بزود السطوع بقلل السطوع. كده انا بعمل ايه؟ بزود الشده بتاعته. دي اسمه الشده. يبقى ايه هي الشده؟ انا مثلا معايا مصباح احمر قد كده، رحت جايب مصباح اكبر منه قد كده احمر برضه، كده انا عملت ايه؟ اللون الاحمر هو بس انا زودت الشده. يبقى الشده ليها علاقه بالسطوع. يعني هل اللون لونه هيختلف؟ لا، هيفضل هو مين؟ اللون. بس الفكره ان هو بدل ما يبقى احمر وتكون السطوع بتاعه قليل، لا هيبقى احمر بس السطوع بتاعه هيكون مين؟ كبير. طيب ده اسمه شده. طب ايه بقى الفرق ما بين الشده والتردد؟ التردد بقى لا، انا التردد هغير الالوان نفسها، هغير اللون نفسه، يعني اخليه اسود، اخليه احمر، اخليه اخضر، اخليه اصفر، اخليه برتقالي. هي كده انا بغير مين؟ التردد. تاني بص تاني معايا، لو انا معايا مصباح صغير احمر ومعايا مصباح كبير احمر، كده انا عملت ايه؟ غيرت الشده. طب لو انا معايا مصباح صغير احمر وخليته بقى او اشتريت مصباح تاني صغير برتقالي، كده انا غيرت مين؟ التردد. يبقى لو نفس اللون، ركز معايا، لو نفس اللون بس زودت الشده بتاعته كده انا بغير في الشده. طيب لو نفس الحجم بس انا قاعد اغير في لونه، كده انا بغير في مين؟ التردد. تعالى بس ركز بس معايا. بتوع الكلاسيكيه قالوا ايه؟ قالوا ان سبب تحرر الالكترونات الشده. قلنا لهم ازاي يعني؟ قال لك بص، لو انت معاك معدن المعدن ده فيه الكترونات، لو انا جبت هنا مصباح لونه احمر بس بيطلع كام شعاعين، يعني مصباح صغير بيطلع شعاعين. قال لك بقى الشعاعين دولت هيحرروا كام الكترونين. فسألناهم سؤال، يعني ايه سبب تحرر الالكترونات؟ ليه الالكترونات اتحررت؟ قال لك الالكترونات اتحررت بسبب الشده الضوئيه. يعني اللي مسؤول عن تحرر الالكترونات مين؟ الشده الضوئيه. يعني لو انت جبت مصباح شدته ضعيفه الالكترونات ما تتحررش. طب لو انت جبت مصباح شدته عاليه الالكترونات تتحرر. يبقى مين مسؤول عن الشده؟ او مين مسؤول عن تحرر الالكترونات؟ الشده. رحنا سالناهم سؤال، قلنا لهم طيب انا معايا الالكترونين دولت طالعين بسرعه معينه، لو انا عايز اخلي السرعه بتاعتهم كبيره اعمل ايه؟ قال لك زود الشده. قلنا لهم يعني ايه ازود الشده؟ قال لك يعني انت جايب شعاعين صح؟ خليهم كام شعاع؟ خليهم 5. يعني هات مصباح ايه؟ بس لسه من لون مين؟ كده انا بغير بس في مين؟ الشده. قال لك لو انت عايز تزود السرعه زود الشده. يعني بدل يا نتن يا اللي شاري لي مصباح معفن ابو 5 جنيه هات لي مصباح كده حلو ب 50 60 جنيه. قلنا لهم ماشي، يعني سبب السرعه الشده.
الشدة الضوئية. نقول الحتة دي تاني. أنا معايا معدن، المعدن ده فيه إلكترونات. لو أنت عايز تخلي الإلكترونات تتحرر اعمل إيه للشدة؟ زود الشدة. طب لو الإلكترونات دي طالعة بسرعة قليلة وأنا عايز أخليها سرعة كبيرة، عايز أزود السرعة، أعمل إيه؟ قال لك زود الشدة. قلنا له طيب لو أنا معايا، نرجع للحالة الأولى، لو أنا معايا مصباح بيطلع شعاعين فبالتالي حرر كم إلكترون؟ إلكترونين. طب لو أنا عايز أحرر 4 5 10 أعمل إيه؟ قال لك لو أنت معاك مصباح صغير بيحرر 2 عايز تحرر 4 اعمل إيه؟ قال لك زود الشدة. يعني نزود المصباح. يعني مين مسؤول عن عدد الإلكترونات المتحررة؟ هي الناس دي علقت ولا إيه؟ الشدة. اعيد لك الاسئله دي تاني، صلي بينا على النبي الاول. رحنا سالنا بتوع الحديثه قلنا لهم بصوا في الكترونات بتتحرر، ايه السبب؟ قال لك بسبب الشده. اصل انت جايب مصباح شدته عاليه. قلنا لها طيب لو انا عايز اخلي الالكترونات اللي هي بتتحرر دي سرعتها رهيبه تبقى طالعه تجري رهوان، اعمل ايه؟ قال لك زود الشده. قلنا لهم طيب لو انا معايا مصباح بيطلع، مصباح لونه احمر بيطلع الكترونات، عايز اخليه بيطلع 4 الكترونات، قال لك ايه؟ بدل ما تبقى جايب مصباح لونه احمر صغنطوط هات مصباح لونه احمر كبير. يعني اعمل ايه؟ ازود الشده. قلنا لهم طب احنا ناس نتنا مش معانا نشتري مصباح كبير، هو المصباح الصغير ابو شعاعين ده هو زي الفل، مش هنشتري حاجه تاني. نعمل ايه؟ قال لك بص، قال لك لو الشده ضعيفه زود الزمن. قلنا لهم مش فاهمين. قال لك بص يا باشا احنا داخلين دلوقتي على رمضان وكل سنه وانتم طيبين. قلنا له ماشي، علاقه ده بالكلام؟ قال لك لو انت اول يوم مثلا قررتوا ان انتوا تاكلوا لحمه، اللحمه دي بتاخد سوى كبير فبالتالي اكيد محتاجه عين كبيره. قلنا لهم صح، يعني محتاجه شده كبيره. قلنا لهم كلامكم صح. طب افرض حصل عندكم ان العين الكبيره دي باظت، هتحطها فين؟ على العين الصغيره. فلو كانت بتاخد، لو اللحمه كانت بتاخد على العين الكبيره نص ساعه، هتاخد على العين الصغيره ايه؟ ساعه. قال لك اهو بص كلامي صح اهو. يبقى لو الشده ضعيفه اعمل ايه؟ زود الزمن. عشان بس تبقى عارف بتوع الكلاسيكيه دولت ناس عاملين زيك، ناس هبيده. يعني ناس هبيده بتهبد، بتقول اي كلام في اي كلام، بتقول كلام بدون تجارب. لو بص بتخمن. رحنا بقى لبتوع الحديثه او التجارب العمليه، قلنا لهم والله بتوع الكلاسيكيه بيقولوا عليكم كذا 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 كذا، هل الكلام ده صح؟ بتوع الحديثه دولت ناس ايه؟ ناس واقعيه يالا، ناس بتنزل يد في التجارب. قال لك بص احنا هنجرب. صلي بينا على النبي الاول. عملوا ايه بقى بتوع الحديثه؟ جابوا معدن، ادي المعدن بتاعنا اهو. ابوس على دماغك تركز معايا جامد جامد. المعدن ده كان جواه الكترونات. عملوا ايه؟ راحوا جايبين مصباح لونه احمر كان مطلع شعاعين، يبصوا مفيش الكترون يوحد ربنا طالع. راحوا بتوع الكلاسيكيه، بتوع الكلاسيكيه انتوا بتقولوا ان المسؤول عن تحرر الالكترونات الشده. قالوا طب مش يمكن انت تكون جايب شده ضعيفه؟ زود الشده. قلنا لهم ماشي، احنا جايبين مصباح بيطلع كام شعاع؟ هنجيب يا عم مصباح مطلع 5، يلا مش هنحوش، جايبين 5 اهو. مفيش حاجه اتحررت. راحوا له بتوع مين؟ الكلاسيكيه، قالوا له مش يمكن ياض ال5 دولت برضه يكونوا ضعاف؟ قالوا طيب هو لو ضعيف اعمل ايه للزمن؟ زود الزمن. سابوا التجربه دي 3 ايام بلياليهم ان في الكترون واحد يطلع، مفيش الكترون طلع. يبقى بتوع الكلاسيكيه دولت كلامهم ايه؟ كلامهم كله هبد في هبد. لاحظوا بقى حاجه ياض، نرجع بقى تاني، نرجع بقى للكلام الصح. وهم بيعملوا التجربه دي جابوا مصباح لونه احمر، مفيش حاجه طلعت. قالوا طيب ما نغير العتبه،
هو ليه الاحمر ده اللي هو عامل زي الاعدام ده؟ ما نجيب يا باشا حاجه كده ايه برتقالي. يبص يلا ما فيش حاجه طلعت برضه، يا دي الكسفه. راحوا جايبين اصفر، هوبا الكترونين طلعوا. راحوا جايبين اخضر، الكترونين طلعوا. راحوا جايبين ازرق، الكترونين طلعوا. ايه ده بقى؟ خلي بالك انا في كل لون من دولت انا جايب نفس حجم المصباح. هو انا دلوقتي قاعد اعمل ايه؟ قاعد بزود مين؟ التردد. فبتوع الحديث هيقول لك ايه بقى؟ ايه هو المسؤول عن تحرر الالكترونات؟ قال لك المسؤول عن تحرر الالكترونات التردد. تاني، بتوع الحديثة قالوا المسؤول عن تحرر الالكترونات مين؟ التردد. اما بتوع الكلاسيكية قالوا مين؟ قالوا مين يا استاذة؟ الشدة. قلنا لهم ماشي. السؤال بقى، معلش سؤال، هو مين مسؤول عن سرعة الالكترونات؟ تعال اقول لك. لاحظ حاجة، ان اللون الاصفر طلع كام شعاع؟ كام الكترون؟ طب اللون الاخضر الازرق 2 عادي. بس كان في فرق، اللون الاصفر كان مطلع الكترونين كيتانين تعبانين عندهم 60 سنه قدك كده بالظبط وانت ماشي. اما ياض اللون الاخضر ياض ايه؟ السرعه بتاعته ازيد. اللون الازرق رهوان بيجري. سؤال، يبقى مين اللي مسؤول عن سرعه الالكترونات؟ الله عليكم، التردد. كل ما تزود تردد كل ما الالكترونات ما تكون السرعه بتاعتها مين؟ اقوى. لا والله انتوا لحد دلوقتي انتوا بتقولوا كلام ايه؟ فل يا باشا. طب عدد الالكترونات اللي بتتحرر، صلي بينا على النبي الاول. عمل ياض تجربه ثانيه. ايه ده بس معايا؟ ادي يا باشا معدن. احنا اتفقنا ان اللون مثلا الاصفر فيه الكترونات اتحررت فيه ولا لا؟ راحوا جايبين الاصفر، مصباح نيتن صغير كده كان بيطلع شعاعين. الشعاعين دول طلعوا كام الكترون؟ راحوا جايبين مصباح اكبر شويه بس لسه لونه مين؟ كده هم زودوا مين؟ كده هم زودوا مين؟ كان مطلع 4 اشعه، لقوا مطلعين 4 الكترونات. يبقى مين اللي مسؤول عن عدد الالكترونات؟ مين مسؤول عن عدد الالكترونات؟ الشده. ياه اخيرا يا اخي، اخيرا قلت حاجه صح. انت عارف انت لما تكون بتهبط في المتابعه بتاعتي ويبقى مثلا ايه 6 اسئله وانت عايز تمشي تروح عامل ايه؟ الف ب ج د ومش عارف ايه، حد بادئ كلهم بزبادي، اكيد في واحده تصدف معاك تطلع صح صح؟ الا بقى لو انت ايه راجل، يعني يا راجل مش سالك من جوه يبقى كله غلط، يبقى انت بتهبط كله غلط. يبقى هنا قال لك ايه بقى؟ ان المسؤول عن عدد الالكترونات المتحرره مين؟ الشده. اتفقوا يا عم مع بعض. طيب بالنسبه للزمن، واحنا سالناهم بالنسبه للزمن، قال لك يا باشا ما فيش زمن. في الزمن. قلنا لهم يعني ايه ما فيش زمن؟ انت لو بتاخد عندي درس ماشي؟ هنتخيل يعني انتوا عارفين ان انا راجل محترم يعني صح؟ طيب انتوا لو بتاخدوا عندي درس والدرس مثلا الحصه ب 25 جنيه وانت رحت جبت لي 20 جنيه ادخلك الحصه؟ لو رجست بلدي قدامي مش هتدخل. طيب لو انت قعدت ايه معلش المره الجايه مش هتدخل، هي 25 جنيه. هو ده اللي حصل. الزمن مفيش زمن، يعني انت مهما تزن من هنا لحد بكره ما دام انت معاك فلوس اقل، طالما انت معاك فلوس اقل من اللي انا عايزه منك مش هتدخل. بتوع الحديثه او بتوع الكلاسيكيه كان قلبهم كان حنين شويه، كان بيقول لك ايه؟ لو انت معاك فلوس قليله زن شويه كتار تدخل. اما بتوع الحديثه قلبهم جاحد شويه، قال لك يا باشا مفيش حاجه اسمه زمن، معاك الفلوس هتدخل، مش معاك الفلوس ما تدخلش. يعني بتوع الحديثه قالوا ان التحرر بيكون وقتي، تدفع لي الفلوس وقتي احررك وقتي، تطلع على كبوته على طول، مفيش حاجه ايه ان احنا نستنى وقت كبير. حد عنده اي مشكله؟ لو ثبتنا الشعر ده مش هتقدر برضه العدد نفسه يجي. ايوه احنا هنا بنتكلم على عدد اللي بيتحرر في الثانيه، في الثانيه الواحده، يعني في الثانيه الواحده. بص يا استاذ، ايه ده بس معايا، ايه ده معايا يا حبيبي. يبقى احنا كده خلاص هنتفق مع بعضينا
مين مسؤول عن تحرر الالكترونات؟ التردد. خلاص بتوع الكلاسيكيه كلامهم غلط، بتوع الحديث هو اللي كلامهم مين؟ في بس تجربه كده عملوها يا ابني ركز معايا. راحوا جايبين معدن، بص وادي الكترونات، اسقطوا شعاع بتردد واحد ما لقوش فيه الكترونات بتتحرر. اسقطوا شعاع تردده 2 ما فيش حاجه اتحررت. اسقطوا شعاع تردده 3 في حاجه اتحررت. اسقطوا شعاع تردده 4 في حاجه اتحررت. 5 اتحررت. 6 وهكذا. لاحظوا بقى حاجه، لاحظوا ان مش اي تردد الالكترونات تتحرر منه، لا في تردد معين الالكترونات تتحرر منه. يعني بصوا، هل واحد ده اتحرر؟ 2 3 ايوه، 4 ايوه، 5 ايوه. ففي رقم، الرقم ده لازم تكون معديه عشان تتحرر. ابسطها لك، ركز بس معايا. دلوقتي تمن مثلا الحصه مثلا 25 جنيه، واحد جه دفع 15 جنيه، هيتحرر؟ لا. 20 جنيه؟ لا. 23 جنيه؟ لا. 25 جنيه بالظبط؟ ايوه. 30 جنيه؟ ايوه وبوسه. 35 جنيه كوبايه شاي للباشا هنا. 50 جنيه واحد سوري مع الشاي. 55 جنيه واحد نسكافيه من اللي انا بشربه. هو ده اللي حصل. ففي رقم، الرقم ده ايه؟ اسمه رقم حاجز. رقم بنسميه الحد الادنى، اقل حاجه. في المثال اللي انا قلته كان اقل حاجه كام؟ 25 جنيه. اقل من 25 جنيه مش هتتحرر، اكتر من 25 جنيه هتتحرر. فكان عندنا لفظ جديد اسمه التردد الحرج، رمزه اسمه نيو سي. ايه هو التردد الحرج ده؟ بنسميه اقل تردد يسمح السلام بتحرر الالكترونات. اقل تردد يسمح بتحرر الالكترونات، يعني ده اقل حاجه، ده المينيمم. يعني لو اقل منه ما يتحررش، اعلى منه اعلى منه يتحرر. يعني سؤال ايه ده؟ بس ده انا هبدا اتشرط عليك دلوقتي. انا دلوقتي قلنا عشان تدخل الحصه دي لازم تدفع فلوس اللي هو التردد. اي فلوس؟ لا، لازم شرط، لازم تديني فلوس تكون جد ال 25 جنيه او اكتر منها. ينفع تبقى اقل منها؟ يعني في المثال ده التردد الحرج بالنسبه لي كان 3 مثلا. اقل من ال3 ينفع، اعلى من 3 ينفع. فبص بقى، نرجع للفيزياء الحديثه تاني. الفيزياء الحديثه قالت لك سبب تحرك الالكترونات من سطح المعدن مين؟ بس في شرط. بص، اعتبر التردد دي الفلوس. هل علشان تدخل عند الحصه تدفع اي فلوس؟ يعني واحد مثلا يقول لي ايه، انت قلت هتدخل بفلوس، فيجيب لي مثلا 2 جنيه ويقول لي يلا؟ لا، في شرط، لازم يكون التردد اكبر من او يساوي التردد مين؟ يعني لازم تدفع لي فلوس اكبر من او تساوي الحرج. الحرج ده الفلوس اللي عليك، الفلوس اللي انا عايزها منك. يعني مثلا لو انت معاك 25 جنيه وانا عايز منك 25 جنيه، تدخل ولا ما تدخلش؟ 30 جنيه 40 50 عادي، لكن معاك 20 جنيه. طب هنا برضو التردد، بس في شرط، لازم يكون التردد لازم يكون مين؟ اكبر من او يساوي التردد. هنا برضو عدد الالكترونات بيعتمد عليها مين؟ الشده، بس لازم في شرط، التردد لازم يكون اكبر من او يساوي التردد الحرج. يبقى دولت قالوا التردد الفلوس، بس مش اي فلوس، لازم تكون ايه؟ اكبر من او تساوي مين؟ التردد الحرج. في بقى عالم تاني اسمه العالم اينشتاين، هيكمل الحكايه معانا. تعال نشوف اينشتاين ده قال ايه. الكلام اللي قاله اينشتاين خد عليه جائزه نوبل. يلا يا باشا، يلا خليك تاخد جائزه نوبل دلوقتي. يعني حاجات كده ايه، عايز يقول لك احنا لحد دلوقتي خدنا 2 خدوا جائزه نوبل، بلانك، فروض بلانك اللي احنا قلناه المره اللي فاتت، واينشتاين. تعالى بس عشان تفهم كلام اينشتاين
تعالى ادي لك مثال صغير. دلوقتي احنا في الصيف في شهر كده 7 كده ما بنلاقيش حاجه نعملها في السنتر، فانا كده ايه بفكر في مشروع اعمله. ايه المشروع ده بقى؟ هنقلب السنتر ده لبلاي ستيشن. تمام؟ جيب يا باشا ايه يعني نمشي حالنا بلاي ستيشن. ايه ده بس معايا؟ بس انا اعمل حركه بقى. السنتر يا باشا حط بقى فيه تكييف، فيه يا معالي الباشا فيه واي فاي، فوانت داخل باب السنتر تدفع لي 10 جنيه، ده ثمن الدخول. ماليش دعوه انت هتلعب بلاي ستيشن ولا مش، ماليش دعوه بيك. ادفع لي 10 جنيه. 10 جنيه دي ثمن التذكره. تمام؟ طب انت دفعت 10 جنيه، دفعت لي الاول 5 جنيه هدخلك. طب عملت مفيش دخول. طب 2 جنيه، طب 7 جنيه، 9 جنيه، 9 جنيه ونص، مش هتدخل. 10 جنيه تكون مكفوله. طب انت دفعت ال 10 جنيه، دخلت جوه السنتر، لو انت مش معاك غير ال 10 جنيه دي هتلعب في البلاي ستيشن؟ لا. هتعمل ايه؟ هتتفرج بس، تيجي قاعد كده ايه تشجع بس الناس وبتاع، وتتمنى ان حد يديلك هجمه بس. ماشي؟ طيب لكن لو انت بقى معاك يا باشا 20 جنيه، ادفع 10 جنيه فلوس التذكره و10 جنيه يلعب بيهم. معاك 30 جنيه، ادفع 10 جنيه فلوس التذكره و20 جنيه يلعب بيهم. معاك 100 جنيه، 10 جنيه، ما احنا مش هنطلعك من غير ايه، بص هنطلعك ايه، مفيش فلوس. 10 جنيه فلوس التذكره و90 جنيه يلعب بيهم. هو ده اللي حصل. هو اينشتاين قال لك ايه؟ قال لك ان احنا عندنا 3 احتمالات. 3 احتمالات. وعلى فكره ممكن نقول مثال تاني اوضح، مثلا الملاهي. مثلا ملاهي، طبعا انتوا عارفين ان شاء الله كده ايه لما تروح تصيف كده في شهر 7 ولا حاجه، تمام، قبل الملاحق على طول. ماشي؟ يعني نصيحه كده يعني من اخ لاخواتي الصغيرين، النتيجه بتقعد حوالي 10 ايام. اعمل اي حاجه في ال 10 ايام دي، اي حاجه. اقول لهم عايز اصيف. عارف انا عملت ايه؟ والله بجد انا ثالثه ثانوي خلصت، قلت لهم في البيت قبل ما النتيجه ما تظهر، انا عايز تليفون النهارده. مش ضامن يا عم، افرض طلعت وحشه، بضمن حج الاول. المهم ارجع بس معايا. قررت يا انت كده ايه تروح ياض الملاهي. طبعا الملاهي ده بتبقى مثلا فيه 20 جنيه تذكره، تدخل جوه تلاقي لعبه ب 50 جنيه، لعبه ب 100 جنيه وهكذا. لو انت معاك 10 جنيه يدخلوك؟ لا. طب معاك 15 جنيه، معاك 20 جنيه بالظبط، تدخل جوه الملاهي بس مش هتلعب، تتفرج بس على الناس. طيب لو انت معاك 50 جنيه، ادفع 20 وال30 جنيه ايه العب بيهم. معاك 100 جنيه، ادفع 20 والايه وال80 جنيه العب بيهم. صح ولا مش صح؟ هو ده بقى اللي حصل. اينشتاين قال لك يا باشا احنا عندنا 3 فروض، 3 حاجات او 3 احتمالات. اول احتمال قال لك لو التردد الحرج اكبر من التردد العادي. واحده واحده بس. بص احنا اتفقنا ان يو سي ده اسمه تردد مين؟ النيو العادي اسمه تردد، صح؟ بص التردد الحرج ده الفلوس اللي عليك. النيو ده اسمه التردد او الفلوس اللي معاك. لو الفلوس اللي عليك اكتر من اللي معاك، يعني انت عليك التذكره 20 جنيه وانت معاك 5 جنيه، هل هتتحرر؟ هتدخل جوه الملاهي؟ لا. فيقول لك ايه؟ لو النيو سي اكبر من النيو لا تتحرر الالكترونات. مفيش حاجه يا معالي الباشا تتحرر. يعني يا باشمهندس العلاقه ما بين عدد الالكترونات وعدد الفوتونات اللي هو بنسميها ان على تي، وهنا برضو بنسميها ان على تي، عدد الالكترونات الى عدد الفوتونات. سؤال، هو في الكترونات تتحرر؟ في حاجه تتحرر؟ فتبقى عامله بقى ازاي؟ هتكون ثابته على محور السناب، ثابته كده على محور السناب. ليه؟ يعني ايه ثابته على محور السناب؟ يعني هل كده في اي حاجه طلعت؟ في اي الكترونات طلعت؟ لا. طب لو انت يا حنوكشه كان معاك يا تبص فلوس بالملي، يعني التذكره ب 20 جنيه وانت معاك 20 جنيه، تتحرر ولا ما تتحررش؟ تتحرر. بس يقول لك ايه؟ تتحرر الالكترونات بالكاد، بالعافيه، بطلوع الروح. يعني هل هيبقى عندها حركه؟ هل هتتحرك؟
انا معايا 20 جنيه والتذكره ب 20 جنيه، هدفع ال 20 جنيه، هدخل بقى جوه اتنطط؟ لا. تبقى طاقه الحركه بكام؟ طاقه الحركه بكام؟ بصفر، مش معايا. في بعض الناس منكم ارياف مثلا، تمام، وهو دلوقتي رايح الحصه معاه 25 جنيه، وطبعا الحصه 25 جنيه، هيحضر الحصه، بعد الحصه مش هيبقى معاه فلوس ان هو يروح، فبالتالي هيطلع بره السنتر ويقف كده لحد ايه؟ ما حد مثلا ياخده وراه بالموتوسيكل، حد مش عارف يقول له في حماره يلا 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 بينا، وهكذا. لكن هل هو معاه فلوس يركب مواصلات؟ لا. يبقى بص معايا، يبقى لو التردد او يلاقي عربيه تشعبط فيها، لو التردد بيساوي تردد الحرج، هل في الكترونات تتحرر؟ ايوه، بس بالايه؟ بالعافيه. يعني هيبقى في طاقه حركه؟ لا. انت دلوقتي دفعت ال 10 جنيه بتاعت البلاي ستيشن، تدخل السنتر، دفعت 10 جنيه، بس انت مش معاك فلوس تلعب بلاي ستيشن. هتلعب بلاي ستيشن؟ هتتفرج علينا، يبقى طاقه الحركه بتاعتك تبقى بكام؟ بصفر. طب لو انت بقى ايه، البليه بقى لعبت معاك ياض، وبقى معاك فلوس اكتر من اللي عليك، يعني انت معاك 100 وانت عليك 20، الالكترونات تتحرر ما تتحررش؟ يا باشا ده تتحرر الالكترونات بطاقه مين؟ حركه. يعني هيكون عندها طاقه حركه ولا ما عندهاش طاقه حركه؟ هيكون عندها طاقه حركه. فل ولا مش فل؟ فل يا باشا. صلي بينا على النبي الاول. قبل ما ندخل على القانون اللي عمك اينشتاين قاله، تعالى اشرح لك بس حاجه. احنا من شويه صغيرين خدنا حاجه اسمه النيو. النيو ده اسمه تردد، لكن لو حطيت له سي يبقى اسمه التردد الحرج. ايه تعريف التردد الحرج؟ هو اقل تردد يسمح بتحرر الالكترونات. اقل تردد يسمح بتحرر مين؟ طيب يعني اللي اقل منه يتحرر، اللي اقل منه، اللي اكتر منه. طب اسالك سؤال صغير، ثواني بس، احنا هنا في حته نسيناها. احنا قلنا هنا هيتحرك بطاقه حركه. طب العلاقه ما بين ان على تي وان على تي هتكون علاقه مين؟ مش هنا في الكترونات تتحرر؟ اما هل هنا كان في الكترونات تتحرر؟ هنا ما فيش رسمه بيانيه. يعني المرحله الاولى في رسمه بيانيه بس هتبقى ثابته على المحور السينات. هنا علاقه طرديه، اللي في النص ما فيش علاقه اصلا. طب بص، طيب هو الطاقه بتساوي ايه؟ اتش في نيو، صح ولا مش صح؟ طب ايه رايك لو انا عملت كده؟ حطيت نيو سي، دي بقى مش هتبقى اسمها ايه؟ هتبقى اسمها اي دبليو. مين هي الاي دبليو دي؟ ليها اسم كده بنسميه دالة الشغل. ايه تعريف دالة الشغل؟ يقول لك دالة الشغل هي اقل طاقة تسمح بتحرر الالكترونات. اقل طاقة تسمح بتحرر مين؟ الالكترونات. بص، هو مش التردد والطاقة طردي؟ ايه تعريف التردد الحرج؟ اقل تردد يسمح بتحرر الالكترونات. ايه هو الاي دبليو؟ اقل طاقه تسمح بتحرك، يعني الاثنين اقل حاجه، بس الفكره ان التردد بنسميه اقل تردد، نيو سي اقل تردد، اما الاي دبليو دي بنسميها مين؟ اقل مين؟ بنسميها اقل طاقه. حد عنده اي مشكله؟ طيب بص يا حبيبي، يقول لك ان الاي دبليو ده رقم ثابت يعتمد على نوع المادة فقط. رقم ثابت بيعتمد على مين؟ على نوع المادة فقط. مش فاهم؟ بص، الاي دبليو دي او التردد الحرج هي اقل فلوس انت بتدفعها. اسمح لك انت تدخل السنتر، هل كل الدروس اللي انت بتاخدها على مستوى الجمهورية، لو بنتكلم مثلا طلاب على مستوى الجمهورية، هل كل الدروس على مستوى الجمهورية بيدفعوا نفس الفلوس؟ اكيد لا. تلاقي مثلا حصه العربي ب 30، تلاقي مش عارف حصه مش عارف مثلا الكيمياء لو انا بتكلم مثلا مره ب 20، حصه الفيزياء 25، حصه مش عارف الفرنساوي ب 15. بص، هتلاقي كل مكان ليه فلوس معينه. تلاقي مثلا الملاهي المعينه التذكره بتاعتها ب 20، الملاهي تاني التذكره بتاعتها ب 100. فكل مكان ليه فلوس معينه لازم تدفع، اللي هي الاي دبليو.
فالاي دبليو دي بتقول لك رقم ثابت. يعني هل الفلوس اللي الباشمهندس حسن بياخدها زي مثلا واحد مثلا شغال مثلا في القاهره؟ اكيد لا، ده مختلف عن ده، صح ولا مش صح؟ فيقول لك الاي دبليو ده هو رقم ثابت بيعتمد بس على مين؟ على نوع الماده. يعني كل ماده ليها اي دبليو مختلف عن الماده مين؟ يعني لو انا بقول لك لو التردد زاد للضعف الاي دبليو مالها؟ ثابته. سؤال، الحاجه دي كان معاها 10 جنيه بقى معاها 20 جنيه. فلوس التذكره في الحاله الاولى ب 10 جنيه، فلوس التذكره في الحاله الثانيه بكام؟ هي 10 جنيه. يا مالها ومالها؟ فلوس التذكره مالهاش علاقه بالفلوس اللي معاك، اهي فلوس التذكره دي اللي هي الاي دبليو. فلو انا بقول لك ايه العلاقه ما بين الاي دبليو والنيو او اللندا، العلاقه ما بينهم علاقه مين؟ العلاقه ما بينهم علاقه ثابته. طب ركز بس معايا، ركز معايا. فاكرين اول حصه في الحديثه خدنا قانون كان بيقول ان السي بتساوي اللندا في مين؟ يعني انا ينفع يا باشمهندس اقول ان نيو بتساوي سي على لندا؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. طب مش احنا خدنا ان الاي دبليو بتساوي اتش في نيو مين؟ اتش في نيو سي، او بتساوي ايه بقى؟ اتش عين النيو حط بدلها مين؟ سي على، بس دي هتبقى اسمها لندا بقى مين؟ اسمها لندا سي. مين هي اللندا سي دي؟ بنسميها الطول الموجي الحاد. يبقى دلوقتي الاي دبليو ليها كام قانون؟ قانونين، اتش في نيو سي او اتش في سي على مين؟ او اتش في سي على لندا سي. ركز يا حبيبي معايا، اتش في نيو سي او اتش في سي على لندا، اتش في سي على لندا سي، حيث لندا سي دي بنسميها تردد مين؟ لندا سي دي بنسميها تردد مين؟ الحرج. طيب تعالى نكتب، او طول موج الحرج. تعالى كده نكتب مع بعضينا القانون اللي احنا هنشتغل بيه عشان نعرف الموضوع سهل جدا. بص، عمك اينشتاين قال لك ايه بقى؟ قال لك ان الاي او الكي اي، الكي اي بتساوي الاي ناقص الاي دبليو. بص، قال لك ان الكي اي بتساوي الاي ناقص مين؟ الاي ناقص الاي دبليو. واحده واحده. مين هي الاي دي؟ يقول لك الاي دي بنسميها طاقه الضوء الساقط. طيب مين هي الاي دبليو؟ دي بنسميها داله مين؟ الشغل. طيب مين هي الكي اي؟ طاقه مين؟ بص يا حبيبي عشان تفهم معايا، عشان تتخيل معايا القانون. الاي دبليو دي الفلوس اللي عليك، الاي دي الفلوس اللي معاك. طبعا دي طاقه الحركه. سؤال، لو انت معاكي 50 جنيه وعليكي 50 جنيه، طاقه الحركه بتاعتك بكام؟ اهو، مش لما النيو بتساوي نيو سي يبقى طاقه الحركه بكام؟ طب لو انت معاك 60 جنيه وعليك 50 جنيه يبقى معاك كام؟ ال 10 جنيه دي تتحرك بيها. طب لو انت معاك 100 جنيه والفلوس اللي عليك 50 جنيه يبقى انت معاك كام تتحرك؟ 50 جنيه. فبص بقى معايا، بص معايا، طاقة الحركة الراجل مش هيديها لك كده. طاقة الحركة ممكن يفكها، نخليها مين؟ نص ام في او الاي في مين؟ مش احنا خدنا المرة اللي فاتت ان طاقة الحركة بتساوي نص ام في تربيع او الاي في الفي؟ قلنا حيث الفي دي بنسميها مين؟ اما الفي ده فرق الجهد. طب الاي، تعال نفك الاي. الاي بتساوي مين؟ قال لك بتساوي اتش في نيو او اتش في سي على لندا. الاي دبليو زيها هتبقى اتش في نيو، بس دي هنسميها نيو مين؟ او اتش في سي على لندا، بس لندا دي هنسميها لندا مين؟ لندا سي. يا بص معايا، يبقى الكي اي بتساوي نص ام في تربيع او الاي في الفي. الاي عباره عن اتش في نيو او اتش في سي على لندا. الاي دبليو عباره عن اتش في نيو سي او اتش في سي على مين؟ او اتش في سي على لندا سي. صلي بينا على النبي الاول. شوف الاسئله بتيجي ازاي. اسئله تافهه جوي لو انت مركز. الراجل يروح قايل لك ايه؟ لو فرق الجهد 300 فولت
وتردد الضوء الساقط يساقط 2 في 10 أس 14. اوجد الاي دبليو. ادي السؤال بتاعنا. اعمل ايه؟ اكتب القانون الاصلي. القانون الاصلي اللي هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الكي اي تساوي الاي ناقص الاي دبليو. الكي اي انت معاك الكي اي، بس الكي اي بتساوي مين؟ الاي. مش انت معاك فرق الجهد؟ طيب الاي، هل انت معاك الاي؟ معاك الاي، بس انا عارف ان الاي بتساوي مين؟ اتش في نيو. ما هو ده اسمه طاقة الضوء الساقط. عارف النيو ده اسمه مين؟ تردد الضوء مين؟ واللندا ده اسمه الطول الموجي بتاع مين؟ الضوء الساقط. ناقص الاي دبليو. هو اصلا عايز مين يا باشا؟ الاي دبليو. هتعمل ايه؟ هتعوض تعويض مباشر. ممكن تروق على حالك. ازاي؟ ودي الاي دبليو هناك بعكس الاشاره، وودي الاي في هنا بعكس الاشاره. يعني ينفع اقول ان الاي دبليو بتساوي اتش في نيو ناقص الاي في؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ مش ده سالب اي دبليو؟ يروح هناك يبقى مين؟ اي دبليو. مش ده اي في؟ يروح هناك يبقى مين؟ سالب اي في. يبقى الاي دبليو بتساوي الاتش 6 علامه 6 2 5 في 10 اس سالب 34 في التردد 2 في 10 اس 14 ناقص الاي 1 علامه 6 في 10 اس سالب 19 في الفي. قال لك بكام؟ 300. احسب ده اطلع من هنا الاي دبليو. انا عايزك في الحديثه تعمل حركه كده اسمها حركه صايعه. ايه بقى؟ عشان الحديث هتلاقي ارقام كتيره وهتقعد تودي هناك بعكس الاشاره واللي جنبها نقسم عليها موال. اتعلم ازاي تكتب المعادله على الاله. في ناس كتيره فيكم عارفه الموضوع ده، وانا قلته في بدايه المنهج، اللي هو الاله الحديثه اللي هي 991 او 500 او مش عارف 500 وكام، اللي هي الالات اللي هي الحديثه شويه دي، تمام؟ دي ممكن تكتب المعادله كلها على الاله، تطلع يا باشا الناتج على طول، بدل ما تودي هناك بعكس الاشاره واللي جنبها تقسم عليها واللي يطلع تقلب حوار. ليه؟ اعمل بالاله وخلاص، طلع الناتج كده على طول. يعني ممكن ايه؟ دي المعادله تكتب على طول تعوض فيها الاي في الفي، الاتش في نيو ناقص الاي دبليو، تكتب المعادله دي كلها بالاله تطلعها على طول مين؟ الاي دبليو. سؤال تاني، جيت بقول لك ايه بالسؤال؟ لو السرعه بتساوي 3 في 10 اس 5، تمام؟ وبقول لك يا نيوتن لو الطول الموجي الحرج 10 اس سالب 10، هات لي تردد الضوء الساقط. تردد الضوء الساقط. يلا اعمل ايه بقى؟ اكتب يلا المعادله. اروح قايل الكي اي بتساوي اي ناقص اي دبليو. الكي دي بتساوي مين؟ الكي دي بتساوي نص ام في تربيع. الاي دي بتساوي مين؟ بتساوي مين؟ مش هو عايز النيو ناقص الاي دبليو. هل انت معاك الاي دبليو؟ افك بقى الاي دبليو باتش في نيو سي ولا اتش في سي على لندا سي؟ انت معاك ايه؟ يبقى اتش في سي على لندا سي. اعوض بقى في المعادله وهي كده. بص هنعوض بقى على عيبها، وممكن تكتبها بالاله ومره واحده، او بقى تروح تودي هناك بعكس الاشاره براحتك. ممكن اعمل ايه؟ ممكن اودي دولت هناك بعكس الاشاره. انا بتكلم عن الناس اللي هم ايه؟ اللي هم ناس كحيانه مش معاهم الاله او ما بيعرفوش يعملوها. ودي هناك بعكس الاشاره، يبقى نص ام في تربيع زائد اتش في نيو، او قصدي اتش في سي على لندا سي بتساوي اتش في مين؟ في نيو. مش ده سالب اتش في سي على لندا وديته هناك بعكس مين؟ الاشاره. ادي نص الام 9 علامه 1 في 10 والسالب في الفي 3 في 10 اس 5 تربيع زائد الاتش 6 علامه 6 2 5 في 10 والسالب 34 في السي 3 في 10 اس 8 على الاتش اللي هي لندا سي اللي هي 10 والسالب 10 بتساوي اتش في نيو. هتحسب ده كله بالاله، واللي يطلع تقسمه على مين يا باشا؟ واللي يطلع تقسمه على الاتش اللي هو تقسمه على 6 علامه 6 2 5 في 10 والسالب 34. طلع من هنا النيو اللي الراجل ده كان عايزها. ها؟ السي دي سرعه الضوء 3 في 10 اس 8، ده رقم ثابت. حد عنده اي مشكله؟
تعالى طيب نمسح السبوره ونكمل. ان الكي اي بتساوي الاي ناقص الاي دبليو. الكي اي بتساوي الاي ناقص مين؟ ناقص الاي دبليو. بص، سواء الكي اي او الاي او الاي دبليو ليها وحده اسمها جول. يعني الحاجات اللي هتطلع لك دي بوحده اسمها وحده مين؟ الجول. في وحده ثانيه اسمها وحده الاي في. طيب لو انا عايز احول من اي في لجول تاني، الوحده الاساسيه عندنا مين؟ جول. يعني مثلا لو انا اعطيك التردد وعايز اجيب الطاقه بتساوي مين؟ اتش في نيو. عارفه الوحده اللي هتطلع هنا تبقى وحده مين؟ اللي هو الجول. مثلا الاي دبليو بتساوي مين؟ اتش في نيو سي. الوحده اللي هتطلع هنا تبقى بوحده مين؟ الجول. طب افرض الراجل ده كان عطيها لك بوحده الاي في او طالبها بوحده الاي في، نحولها ازاي؟ قال لك بص، في وحدتين، وحده اسمها اي في ووحده اسمها جول. عشان تحول من اي في لجول بنضرب في 1/6 في 10 أس سالب 19. عشان تحول من جول لاي في بنقسم على 1/6 في 10 أس سالب 19. اللي هو من الاخر ايه؟ من الاخر بنضرب في شده الالكترون او بنقسم على شده الالكترون، ده من الاخر. طب بص طيب معايا، اجيب لك السؤال ازاي؟ اقول لك اذا كان، بص معايا، لو الاي دبليو بتساوي 4 اي في، ورحت بقول لك لو التردد بيساوي 12 في 10 أس 12 هرتز، اوجد، بس معايا يا حبيبي، اوجد طاقة الحركة. بس انا عايز طاقة الحركة بوحدة مين؟ الجول. لا، عايزها بوحدة الجول. طب يلا هنقول ايه مع بعضنا؟ طاقة الحركة بتساوي ايه؟ الاي ناقص الاي دبليو. طيب الاي مش معايا، بس الاي بتساوي مين في مين؟ ناقص مين؟ ناقص الاي دبليو. الاتش 6 علامه 6 2 5 في 10 اس سالب 34 في نيو بكام؟ 12 في 10 اس 12 ناقص الاي دبليو. الاي دبليو ب 4 اي في. انا بشتغل بالاي في؟ انا بشتغل بمين؟ بالجول. علشان احول من اي في لجول اضرب في كام؟ 1/6 في 10 اس سالب كام؟ 19. ادي حل المسألة. طب سؤال تاني بالعكس، ممكن مثلا الراجل يروح عامل لك ازاي؟ روح قايل لك لو نيو ب 12 او نقول ب 10 اس 14 ونيو سي ب 10 اس 13، تمام؟ انا بقول اي ارقام، هات لي طاقة الحركة. بس انا بقى نونوت معايا تجيبها لي بالاي في، بوحدة الاي في. اعمل ايه؟ هشتغل المسألة عادي. بص معايا، هو مش الكي بتساوي الاي ناقص الاي دبليو؟ الاي اتش في نيو، الاي دبليو اتش في نيو، ده هيطلع معاه بوحدة مين؟ الجول. مش انا قلت لك اللي هيطلع معاك الطبيعي وحدة الجول؟ بس هو مش عايزها بالجول، هو عايزها بالايه؟ عايزها بالايه؟ اعمل ايه؟ اقسم على 1/6 في 10 أس سالب 19. كده اللي هيطلع معاك هيطلع معايا بوحدة مين؟ الاي في. فهمت ولا ما فهمتش؟ فهمنا الحته دي؟ يبقى دايما انا بشتغل بوحده مين؟ الجول. عطاها لك بالفي، الاي في اضرب في الاي اللي هي شحنه الالكترون. هو عايزها بالاي في، اقسم على شحنه الالكترون. طيب ابوس على دماغك بقى تركز معايا في الحته اللي جايه دي. يلا احنا بقينا حتتين وخلاص. بص يا حبيبي معايا، احنا عندنا حاجه اسمه النيو سي. ايه هو النيو سي ده؟ بنسميه التردد الحرج. يعني ايه التردد الحرج؟ يعني اقل تردد يسمح بتحرر الالكترونات. اقل تردد، اقل حاجه تسمح بتحرر الالكترونات. يعني سؤال، يعني اللي اقل منه، اللي اقل منه يتحرر؟ لا، اللي اعلى منه يتحرر. يعني بص،
لو جيت بقول لك ان انا معايا دي تردد الاولاني كان ب2 والثاني كان ب4 والثالث كان ب6 وبقول لك ان ده اتحرر بالعافيه، ده التردد الحرج. سؤال، ده التردد الحرج اللي هو 4، مين يتحرر؟ ال2 ولا ال6؟ مين يتحرر؟ ال6. يبقى اللي اعلى منه اللي اقل منه. في بقى لفظ لسه كنا قايلينه من شويه صغيرين اسمه اللندا سي، اللي هو الطول الموجي الحرج. مين هو الطول الموجي الحرج ده؟ الطول الموجي الحرج ده بنسميه هو اعلى طول موجي يسمح بتحرر الالكترونات. اعلى طول موجي يسمح بتحرر الالكترونات، يعني اللي اعلى منه او ثواني اللي اقل منه يتحرر، اللي اعلى منه لا يتحرر. لا افهم بقى معايا بقى، بص يا حبيبي، هو مش الطول الموجي عكس التردد؟ الطول الموجي بقول لك ايه؟ اعلى حاجه، ده القمه، ده اعلى حاجه يا باشا، اللي اعلى منه ما يتحررش، اللي اقل منه يتحرر. اما التردد الحرج العكس كان اسمه اقل تردد يسمح بتحرر مين؟ الالكترونات، يعني اللي اقل منه ما يتحررش، اللي اعلى منه. يعني بص في المثال ده، لو انت معاك لندا 1 لندا 2 لندا 3 وبقول لك ده 4 8 10 وده اتحرر بالعافيه. سؤال، مين اللي يتحرر؟ الاربعه ولا العشره؟ الاربعه ولا العشره؟ الاربعه. احنا قلنا اللي اقل منه ايه؟ اللي اعلى منه. اللي اعلى منه. عدي لك بقى سؤال عالمي بقى دايما بيجي، لو انت معاك 4 الوان، احمر برتقالي اصفر اخضر ازرق، هسألك سؤال، لو جيت بقول لك ان الاصفر اتحرر بالعافيه، ده اتحرر بالعافيه، مين يتحرر؟ البرتقالي ولا الاخضر؟ مين يعني البرتقالي ولا الاخضر؟ انا بقول لك مين هيتحرر، هما الاثنين هيديكي نفس الاجابه على فكره. سيبك من ده عشان ما تلخبطيش اهو، سيبك من ده عشان ما تلخبطيش اهو. مين هيتحرر، البرتقالي ولا الاخضر؟ ولا الاثنين؟ الاخضر هيتحرر. تعالى بس اقول لك ليه. ايه ده بس معايا؟ بص يا حبيب قلبي، مش احنا اتفقنا ان انا كل ما بنزل كل ما الطول الموجي ما بيقل؟ يعني ايه الطول الموجي بيقل؟ يعني مثلا ده 5 4 3 2 1 ده طول موجي. طيب يبقى الاصفر ده 3، اللي اقل منه يتحرر، مين اللي اقل منه؟ الاخضر او الازرق. اللي اعلى منه ما يتحررش، الاحمر او البرتقالي. ممكن حد يعملها لي ازاي؟ يقول لي استنى بقى، طب ما انا ممكن اجيبها عن طريق التردد. اقول له ماشي، بص انا كل ما بنزل كل ما التردد ما بيحصل له ايه؟ بيزداد. يعني الاخضر تردده اعلى من الاصفر، مش احنا قلنا في التردد اللي اعلى منه يتحرر؟ اهو الاخضر هيتحرر اهو والازرق هيتحرر. الخلاصه في موضوع الالوان عشان بيجي كتير، لو انا قلت لك ان انا معايا لون، لو انا معايا لون اتحرر بالعافيه، كل اللي فوقيه ما يتحررش، وكل اللي تحتيه يتحرر. تاني، لو انا معايا لون اتحرر بالعافيه، كل اللي فوقيه كل اللي تحتيه. يعني بص معايا على السؤال ده، لو انا جيت مثلا بقول لك ايه؟ ان انا معايا برتقالي اصفر ازرق، وبقول لك الاصفر اتحرر بالكاد، البرتقالي اتحرر، البرتقالي، الازرق. ايوه، يبقى تاني عشان الحته دي بتيجي كتير قوي، لو انت معاك لون اتحرر بالعافيه، كل اللي فوقيه ما يتحررش، كل اللي تحتيه. فهمنا الحته دي ولا ما فهمناش؟
اخر بقى حته هتصلي بينا على النبي الاول. حته كده ياض، حته عاليه شويه بيجي عليها اسئله كتيره. بص هنكتبها على السبوره، وبعد ما نكتبها على السبوره هنحل عليها، وبعد ما نحل عليها هفهمها لك، ايه رايك؟ وكده يبقى خلصنا. بص معايا، يقول لك ايه؟ الطاقه بتزود طاقه، الشده بتزود شده، لا طاقه تزود شده ولا شده تزود طاقه. طاقه بتزود طاقه، شده بتزود شده، لا طاقه تزود شده ولا شده تزود طاقه. تعالى بس واحده واحده. الطاقه، مين هي الطاقه دي؟ بص يا استاذه معايا، الطاقه دي ليها اشكال كتيره. يعني انا مش لازم في الامتحان اقول لك طاقه، لا، ممكن اقول لك اي دبليو، كي اي، نيو، لندا، في او في اللي هو فرق جهد، اف، بي دبليو، بي ال درجة حرارة. كل دي اشكال من اشكال الطاقة. واحدة واحدة، ركز بس معايا كده ايه وصلي بينا على النبي الاول. كل دي من اشكال الطاقة. يعني الاي من اشكال الطاقة، الاي دي من اشكال الطاقة، طاقة الحركة من اشكال الطاقة، النيو، ما هو النيو ده من اشكال الطاقة، طول الموج من اشكال الطاقة، الفي السرعة من اشكال الطاقة، يعني مش طاقة الحركة نص ام في تربيع، فرق الجهد من اشكال الطاقه. الاف والبي دبليو والبي ال دولت ان شاء الله ناخدهم الحصه الجايه. الاف اللي هي القوه، البي دبليو اللي هي حاجه اسمها القدره، والبي ال حاجه اسمها كميه التحرك ودرجه الحراره. كل دي من اشكال الطاقه. طيب ايه هي اشكال الشده؟ قال لك اشكال الشده بنسميها شده الاضاءه او شده التيار، او بنسميها معدل انبعاث الفوتونات، او بنسميها شدة الاشعاع، او بنسميها فاي ال، او بنسميها ان، او بنسميها اي، او بنسميها الشدة الكهروضوئية. كل دي بالنسبة لي من امثلات الشدة. تعالى بس اقول لك بس على حاجة. انا بقول لك الطاقة بتزود مين؟ طاقة. والشدة بتزود مين؟ طاقة تزود شدة ولا شدة تزود؟ يعني سؤال، لو فرق الجهد زاد السرعة، لو فرق الجهد زاد السرعة تزيد. مش فرق الجهد ده طاقة، السرعة دي طاقة، الطاقة بتزود طاقة. بقول لك لو القوة زادت ايه اللي يحصل للتردد؟ مش القوة دي طاقة، التردد ده طاقة، الطاقة بتزود طاقة. لو التردد زاد ايه اللي يحصل لعدد الفوتونات؟ ثابت. ليه ثابت؟ لان التردد طاقه، عدد الفوتونات مين؟ وانا قلت لك الطاقه ما بتزودش شده. لو جيت بقول لك ان معدل انبعاث الفوتونات زاد ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل للفاي ال؟ هيزيد. هو مش معدل انبعاث الفوتونات دي شده والفاي ال شده؟ الشده بتزود شده. لو جيت مثلا بقول لك ايه، لو شده التيار زادت ايه اللي هيحصل لشده الاضاءه؟ هتزيد. لو شده التيار زاد ايه اللي يحصل للتردد؟ ثابت. لو شده التيار زاد ايه اللي يحصل لفرق الجهد؟ لو معدل انبعاث الفوتونات زاد ايه اللي هيحصل لعدد الفوتونات؟ هيزيد. مش الشده بتزود شده؟ بقول لك ايه اللي هيحصل لو معدل انبعاث الفوتونات زاد لطاقه الحركه؟ ايه اللي هيحصل لطاقه الحركه؟ ايه اللي هيحصل لطاقه الحركه؟ طاقه الحركه مالها؟ يبقى الشده بتزود مين؟ والطاقه بتزود مين؟ لا طاقه تزود ولا شده تزود مين؟ طاقه. هتلاقي في اسئله كتيره قوي على الحته دي موجوده في كتاب الامتحان. ولكن تعالى بس كده ايه مع بعضينا. 20 جنيه والتذكره ب 20 جنيه، هشتري كام تذكره؟ تذكره واحده. طب لو انا معايا 40 جنيه هل من العقل من المنطق اشتري تذكرتين؟ اكيد لا، هي تذكره واحده. مين اللي هيدخل؟ انا بس. فالطبيعي هشتري تذكره واحده. طب لو انا معايا 100 جنيه هل من الطبيعي اشتري 5 تذاكر؟ لا، هشتري تذكره واحده
والباقي 80 جنيه العب بيهم، اتحرك بيهم. اتحرك بيهم ده اللي هو طاقه الطاقه. فانا بقول لك ايه، لما الفلوس بتزيد طاقه الحركه بتزيد او الطاقه بتزيد. عشان كده احنا بنقول ان الطاقه بتعمل ايه للطاقه؟ الطاقه بتزود طاقه. يعني لو انا معايا 40 جنيه، هل بص التذاكر ده عدد الالكترونات، التذاكر العدد، والفلوس التردد. بص معايا، لو الفلوس زادت هل اشتري عدد تذاكر اكتر؟ فلو الفلوس زادت، لو الطاقه زادت، هل تزود العدد؟ لا. عشان كده احنا بنقول الطاقه ما بتزودش شده. طب لو الفلوس زادت مين اللي بيزيد؟ الطاقه، الحركه بتزيد. فاكر انت في المثال لما قلت لك لما احنا جبنا لون اصفر في الكترونين اتحرروا؟ طب لما جبنا ازرق في الكترونين اتحرروا، بس كانت ايه الفكره؟ ان الازرق اتحرر بسرعه مين؟ سرعه اكبر. طيب لو احنا كنا 3 اشخاص هنشتري كام تذكره؟ لو احنا 5 اشخاص، لو احنا 10 اشخاص، يبقى كل ما عددنا بيزيد كل ما الشده بتزيد. يبقى الشده بتزود مين؟ يبقى كل ما العدد ما يزيد كل ما نشتري تذاكر اكتر. يبقى الشده بتزود والطاقه بتزود. لا طاقه تزود شده ولا شده تزود مين؟ تعال نكتب الواجب.